احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم على كوكب فرونا. مين بطل دوري الابطال هذا الموسم؟ انا توقعاتي ان النهائي هيكون اهلي وزمالك تاني. انت بتتكلم جد؟ بجد والله؟ اه زمالك واهلي تاني؟ ده توقعاتك؟ زمالك واهلي تاني. والمره دي زمالك بقى. عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. زمالك؟ طبعا. يعني القاضيه ممكن الزمالك المره الجايه؟ المره دي زمالك طبعا. صعب يكرر الاهلي مرتين يكسب زمالك في نهائي. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. فده نهائي بيتكرر كل فتره طويله. بس انا اتوقع ان المره دي الزمالك والاهلي والزمالك هو اللي يفوز. دي توقعاتك؟ توقعاتي. ده يعني الاستاذ عمرو ديري الفلكي الاستاذ عمرو ديري هو اللي اختار الحاجات دي. الزمالك هو بطل دوري الابطال ان شاء الله. النهائي اهلي زمالك. كيفاش شريت الاهلي المصري اثر الهزيمه مع الحقيقه انا كي تفرجت فيه فريق عادي جدا. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. بصوا يا جماعه، الاهلي مش هياخد الدوري ولا هياخد بطوله افريقيا. الاهلي مش هيشم بطوله افريقيا، وفي الدوري الاهلي هيريح. هتقول لي ازاي؟ اقول لك زي السكر في الشاي. يا دم خفيف قوي. حاولت ازاي دي؟ فرصة الأهلي أفضل. بكرة بيقابل القطن الكاميروني في الأهلي خرج خلاص فعلا؟ ده ايه الثقة اللي انت فيها دي يا عمرو؟ لا دي أمنيتك انت. لا مش أمنيتي خالص. دي أمنيتك. لا خالص والله. ماشي، هي دي أمنيتي وكل حاجة. لا دي أمنيتك، ما تهزرش يا مرغني. لا الأهلي لو هنتكلم ككورة بس، لا الأهلي ما يستحقش إن هو يصعد. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. لو سان داونز كسب الاهلي في جنوب افريقيا انا بقول لكم ان بنسبه 90% الاهلي بره بطوله افريقيا. فكواليتي لعيبه الاهلي دي لا تاخد ميداليه في كاس العالم زي قبل كده، ولا تاخد بطوله افريقيا. مال يعني انت كل ده عامل فيها حويط؟ صح. وعامل عليا ملك وحبسني؟ صح. نصر مصر جريح، نصر مصر متهالك، مخنوق في أي حتة ضاقت به المسالك، لكل جواد كبوة إذا عاد الكل هالك، ملك ملوك أفريقيا والكل يشهد على ذلك، ملك أبطال أفريقيا حكمها طول وعرض، نصر سيطر على السماء وسيطر على الأرض، الأهلي ليس له مثيل، نادي ذو حضارة، حتى هو جريح مازال متمسك بالصدارة، هنالك انتفاضة أظن باتت وشيكة، أثق في عودة الأبطال طلاب أبو تريكة. ولا شايف كلها قدامي عشان عارف. طيب ده انا بيه ابن بيه. خلينا نتكلم. وشكرا.